يقول: هل هناك معوقات تقف عثرة أمام وحدة المسلمين الآن؟ ما هي برأيكم؟ والله هذا سؤال سياسي أكثر منه شرعي. وحدة المسلمين هي عنوان قوة الإسلام، وتفرق المسلمين هو أحد أهم وسائل أعداء الإسلام لضمان ضعفهم وتفرقهم. ولذلك أنا أقول أن الله عز وجل أمرنا بالوحدة، فإن لم تتوحد أوطاننا وذهبت هذه الحدود التي وضعها أعداءنا، فعلى الأقل المسلم ألا يحب ابن بلده فقط. يعني مش معقول المصري يعتبر الغزاوي أجنبي، مش معقول الغزاوي يعتبر المصري أجنبي، مش معقول الأردني يعتبر الفلسطيني أجنبي، وقد وضع الحدود بينهم بريطانيا. كذلك الحال سوريا ولبنان. الذي يرى الخريطة يرى أن لبنان قطعة قضمت قضما من سوريا. مش معقول اللبناني يعتبر حاله أمة والسوري هذا أجنبي، مش معقول. سوريا والعراق أيضا نفس الحدود وضعتها بريطانيا وفرنسا. معقول يكون والقبيلة نصفها هنا والقبيلة نصفها هنا؟ والله أنا من عشيرة آل شجراوي. هنالك موجود في سوريا نفس عشيرتنا أو أولاد عمومتنا، وفي الأردن موجودون. يعني جاء الأعداء ووضعوا على مثلث الشمال الأردني والشمال الفلسطيني والجنوب السوري، وقسموا عشيرتنا إلى 3 دول. وأنا أقول هذا الكلام فقط من باب إعطاء الأمثلة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاون مع المسلمين وأن ينشر هذه القيمة الرائعة، ولا يعني يحصر محبته وتعاونه وتضامنه مع أبناء بلده الضيق أو أبناء قريته الأضيق، والله تعالى.